كنت راجع من الشغل متأخر كعادتي. الساعة كانت داخلة على 2. البيت هادي، مفيش غير صوت التلاجة وقطتي اللي نايمة قدامي. دخلت أوضتي، قفلت الباب، لبست بيجانتي ونمت على السرير. صوت تنفس هادي، بعدها خشخشة خفيفة. بس قبل ما أغمض عيني سمعت صوت جاي من تحت السرير. كنت فاكر إنه صوت القطة، لكن القطة كانت نايمة على صدري. صوت أنين خفيف. الصوت بدأ يزيد وصوته بدأ يبقى أوضح. صوت مشابه لصوت الراوي بيقول بصوت خافت: إسلام، أنا تحت السرير. إسلام، بصلي. أنا اتجمدت. ده صوتي أنا. مين اللي بيتكلم بصوتي من تحت السرير؟ قلبي وقف، حرفياً وقف. الصوت كان صوتي، نفس طبقة صوتي بالظبط. حاولت أقوم، جسمي اتشل. الصوت قرب أكتر وبقى ورا ودني. إسلام، أنا أنت، بس من تحت السرير. مددت إيدي بالعافية وفتحت كشاف الموبايل. بصيت تحت السرير، لقيت أنا، نفس وشي، نفس هدومي، بس عينيه كانت سودة، سودة كلها. أنا اللي كنت نايم هنا من الأول، أنت اللي خدت مكاني فوق. حاولت أصرخ، صوتي مخرجش. جسمي اتشل تماما. الكائن اللي شبهه خرج من تحت السرير، بصلي وابتسم ابتسامة باردة وقال: نام انت تحت، جه دوري أنا أعيش فوق. من يومها أنا تحت السرير، مستني اللي بعدك يجي عشان أطلع تاني.